الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين وعلى من صار على هديهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. لازلنا مع مركزية الشيخ في التربية السلوكية في التسليك والسير إلى الله سبحانه وتعالى. والحقيقة أن الشيخ ضروري في كل علم، بل حتى في الحرف الدنيوية لا بد فيها من شيخ تأخذ عنه، ولا بد أن تسلم له في بدايات أمرك لكي يعلمك مبادئ الحرفة. الشرط هو أن تعلم أن فعلا هذا الشخص متقن لتلك الحرفة أو متقن لذلك العلم. هذا هو الأصل. ولذلك مثلا يمكن أن تسأل مثلا من تريد أن تدرس عليه علما من العلوم، من أجازه عن إجازة، أن تسأله عن إجازاته، وأن تسأله مثلا أن تسأله عن شيوخه، أن تسأله عن شهاداته إلى آخره. فبعد أن تثبت الشهادات وتثبت أهليته، أنا ذلك تسلم له نفسك لكي يعلمك تلك الحرفة. نفس ما يقال في هذا الباب، يعني باب التسليك. باب التسليك لا بد فيه من التسليم التام للشيخ، وأن تعتقد كماله. وقد علم بالضرورة أن الرجوع إلى أهل الاختصاص أمر اتفق عليه جميع العقلاء. الإمام زروق رحمه الله تعالى في القاعدة 56 يشير إلى هذا الأمر الذي هو الرجوع إلى أهل الاختصاص. قال رحمه الله: نظر الصوفي هنا الآن ينظر مثلا لأن من الإشكالات التي تقع أننا نحاكم الصوفية بقواعد الفقه، أو أن نحاكم الفقيه بقواعد التصوف. فمثلا الفقيه إذا أفتى برخصة في أمر ما، تجد الناس يهجمون عليه بأنه يهتك الدين إلى آخره، لأن الفقيه ما هو نظر الفقيه؟ نظر الفقيه هو رفع الحرج. وأما الصوفي فنظره في الكمال، في إيصال الشخص أو في إيصال النفس وإيصال المريد إلى الكمال. يقول رحمه الله: نظر الصوفي للمعاملات أخص من نظر الفقيه، إذ الفقيه يعتبر ما يسقط به الحرج، والصوفي ينظر فيما يحصل به الكمال. وأخص أيضا من نظر الأصولي، لأن الأصولي يعتبر ما يصح به المعتقد، والصوفي ينظر فيما يتقوى به اليقين إلى آخره، إلى أن قال: وأخص أيضا من نظر المفسر وصاحب فقه الحديث، لأن كل منهما يعتبر الحكم والمعنى ليس إلا، ويزيد وهو يزيد، يعني الصوفي يزيد بطلب الإشارة بعد إثبات ما أثبتناه. ولذلك الصوفي إنما يبدأ بعد الفقه، بعد الأحكام، بعد المعتقد. وقد بينا هذا في أوائل هذه الحلقات، لما قلنا لابد أن يتحقق المريد بشيء من العقيدة والفقه لكي يبدأ السلوك. مسألة النظر في يعني حفظ الأولياء جميع أئمة التصوف، جميعهم كلهم مطبقون على أن التسليم للشيخ شرط في السلوك. ينقل العلامة ميار رحمه الله عن ابن عطاء الله السكندري رحمه الله في مختصر الدر الثمين، يقول: ولا بد للمريد في هذه الطريق من صحبة شيخ محقق مرشد قد فرغ من تأديب نفسه وتخلص من هواه، فليسلم نفسه إليه ويلتزم طاعته والانقياد إليه في كل ما يشير به عليه، من غير ارتياب ولا تأويل ولا تردد. فقد قالوا: من لم يكن له شيخ فالشيطان شيخه. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى كذلك في كتابه الإحياء يتكلم عن نفس الأمر في الصفحة 56، وهو يتكلم عن ضرورة الشيخ. لماذا؟ لأن يقول رحمه الله تعالى: وهو يتكلم عن هذه النفس التي تريد أن تربيها وأن تعالجها عند طبيب النفوس الذي هو الشيخ. قال رحمه الله: مثال النفس في علاجها بمحو الرذائل والأخلاق الرديئة عنها وجلب الفضائل والأخلاق الجميلة إليها، مثال البدن في علاجه بمحو العلل عنه وكسب الصحة له وجلبها إليه. فالمقصود هنا أن المريض
يسلم لطبيبه. ولذلك بعد كلام يقول: فكذلك الشيخ المتبوع الذي يطبب نفوس المريدين ويعالج قلوب المسترشدين ينبغي أن لا يهجم عليه بالرياضة والتكاليف في فن مخصوص إلى آخره. معناه أن المريض، مريض النفس الذي يريد التربية، يشبه مريض البدن الذي يريد العلاج عند الطبيب. ولذلك ذكر رحمة الله عليه بعد ذلك وهو يتكلم عن هذا الباب، يقول رحمه الله: قال: فكذلك المريد يحتاج إلى شيخ وأستاذ يقتدي به لا محالة ليهديه إلى سواء السبيل، فإن سبيل الدين غامض وسبل الشيطان كثيرة ظاهرة، فمن لم يكن له شيخ يهديه قاده الشيطان إلى طرقه لا محالة، فمن سلك سبل البوادي المهلكة بغير خفير فقد خاطر بنفسه وأهلكها، ويكون المستقل بنفسه كالشجرة التي تنبت بنفسها، فإنها تجف على القرب وإن بقيت مدة وأورقت لم تثمر، فمعتصم المريد بعد تقديم الشروط المذكورة شيخه، فليتمسك به تمسك الأعمى على شاطئ النهر بالقائد، بحيث يفوض أمره إليه بالكلية ولا يخالفه في ورده ولا صدره، ولا يبقي في متابعته شيئا ولا يذر، وليعلم أن نفعه في خطأ شيخه لو أخطأ أكثر من نفعه في صواب نفسه لو أصاب. فإذا وجد مثل هذا المعتصم وجب على معتصمه أن يحميه ويعصمه بحسن حصين يدفع عنه قواطع الطريق. فالشاهد أن كلام أئمة الطريق في هذا الباب أكثر من أن يحصى، حتى إنهم قالوا أن البعض قد يقول: إذا كان الأمر رياضة فقط أنا أستقل، وهذا نسمعه كثيرا، بل منهم من يكتبه وخاصة في وسائل التواصل الاجتماعي ويقولوا: أنا أقرأ القرآن وأذكر وأفعل كذا كذا وأربي نفسي. أئمة الشأن يقولون: لا يؤخذ هذا الشأن من الأوراق، وإنما يؤخذ من أفواه الرجال. وأنا أعطي لكل مثالا لكل، وخاصة لطلبة العلم الذين عنوا التجويد. أنت عندما تقرأ القرآن لنفسك تظن أنك تطبق القواعد، لكن عندما تسمعها لشيخ يبدأ في التصحيح. لماذا؟ لأن أنت بنفسك لا يمكن أن تدرك عيوب نفسك لا يمكن أن تدركها إلا بمرآة تراها أمامك، ومرآتك التي تراها أمامك هو شيخك. لما؟ لأن هذا الشيخ له حفظ خاص، لأنه لما فرغ من تزكية نفسه وأذن له في التربية صار عالما بموارد النفوس وبرعونات النفوس وبكيفية علاجها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى اصطفاه واختصه باش بهذا الحفظ الممكن، لأن الإشكال الذي وقع أن الناس يقولون هؤلاء الأولياء وهؤلاء المشايخ ليسوا معصومين. فالإشكال عندما يقال ليس معصوما، هل معناه أن كل من لم يكن معصوما تطرح أقواله ويهرب منه إلى آخره؟ هذا ما قيل حتى في مسائل الفقه. أنت عندما تستفتي المفتي إنما تنظر إليه يعني أنه كامل وأنه لا يخطئ، وإلا إذا كنت ترى أنه يخطئ فإنك ستترك استفتاءه. لماذا؟ لأنه قد يقع في الخطأ. ولذلك عندما تستفتي على أنه كامل في علمه، والطبيب الذي تذهب إليه أنه كامل في طبه. نعم، إذا ذهبت لا تسلم نفسك للشيخ حتى تتوثق أنه فعلا مأذون. أما إذا لم تتوثق من ذلك فلك أن تسأل الشيخ عن شيوخه وعن كيفية تربيته وعن إذنه، هذا كله تسأل عنه، ثم تنظر كذلك في حاله هل يحافظ حدود الله عز وجل، هل يحفظ حدود الشريعة أم لا، إلى آخره. فإن ظهر لك هذا كله ثم ظهرت منه كرامة من تلك الكرامات علمت أنه فعلا ولي الله وأنه مأذون. ولا تكتفي فقط بظهور المخارق عليه، لأن المخرقة لا تدل على الولاية أبدا، بل الحال هو الذي يدل على أن هذا الخارق الذي وقع كرامة، لأنه قد يكون استدراجا وقد يكون امتحانا من الخلق. وعلى كل، فإذا توثقت من ولاية هذا الشخص سلمت له نفسك على أنه محفوظ حفظا ممكنا وليس حفظا واجبا، لأن الحفظ الواجب هو العصمة،
هذه العصمة خاصة بالأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وحتى مثلا الكلام مثلا في مثلا حتى في نعم العصمة، لأن النبي يقول شيخنا رضي الله عنه مثلا في الفتوحات الكمالية في هذا الكتاب صفحة 71، وهو يتكلم عن النبي يقول إن النبي معصوم من جميع جوانبه، فتكلم في العصمة في ذاته، والعصمة في وجوده، والعصمة في نبوته. فالعصمة قال رحمه الله رضي الله عنه قال في العصمة في ذاته، يقول العصمة في ذاته صلى الله عليه وسلم تجلت في تميز ذاته عن العالمين بأن لم يجعل الله لها شبها في الخلائق أجمعين. يعني حتى في خلقته صلى الله عليه وسلم هو معصوم، وفي خلقه معصوم، وفي نبوته كذلك معصوم. فقال فكانت العصمة الذاتية في خصوصية هذه الذات وفي جمال كمالها وعلوها من شدة إتقان المبدع سبحانه، فصعب وصف جماله، وحار الشعراء في إحصاء شمائله، واحتار أهل الوصف في صفة كماله، فاختار أهل الله كتمان حال مشاهدته في دلالات عصمته. ومن أوجه هذه العصمة الحيرة في وصف ذاته، وهذا قد ذكره كل من مدحه تسمعون هذا في قصائد المدح. قال وإصباغ ألفاظ وصف كماله فعصمه الله بالكمال عن الجمال، إلى أن قال رضي الله عنه ويتكلم عن هذه العصمة، قال العصمة من خصوصيات الأنبياء والرسل. هذا كلام الشيخ رضي الله تعالى عنه. العصمة من خصوصية الأنبياء والرسل أجمعين، وهي أعلى مقامات العناية الربانية والكماليات البشرية، والمقصود بها هو تخليص الله نبيه من نفسه وبشريته، وتكميل نقصه البشري بعصمة الله له، فلا يخطئ ولا يذنب ولا يعصي ولا يسيء، وذلك خاص بالنبي، وذلك خاص بالنبي. نأتي هنا إلى هذا الحفظ الخاص الذي يكون للأولياء. بالنسبة للولي تجاوز الخطأ في الظلمانيات، لأنه فرغ من فرغ من تربية نفسه، فنظره إلى الدنيا ليس كنظر سائر الخلق. لكن كثير من الناس يقيسون غيرهم على أنفسهم، يريد أن يقيس الولي على نفسه كما قاس الكفار النبي صلى الله عليه وسلم على أنفسهم. هو تجاوز هذا الأمر، بل حتى إن وقع شيء مما يمكن أن نسميه ذنبا أو خطأ فهو في حقه ابتلاء حتى لبعض مريديه. لما؟ لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجب في حقهم فعل المكروه. لماذا؟ لكي يبين أنه منهي عنه نهي كراهة. ففعل المكروه بالنسبة للنبي واجب من جهة ماذا؟ من جهة التبليغ، مع أنه مكروه لسائر أمته. فلا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتكب المكروه، لا، بل ارتكب واجبا عليه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه في مقام التبليغ، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم إني أنسى لأسن، وإلا فهو معصوم صلى الله عليه وسلم لا ينسى الآيات، لا ينسى ما يبلغ به، لكن عندما ينسى إنما يكون ذلك ليسن. ثم إن الشيخ له اطلاع على أحوال المريد، وهو ما يسمى بالمكاشفة، نتطرق إليه في الحصة المقبلة إن شاء الله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.